ازيكم؟ النهارده هقدم لكم حاجه لذيذه جدا، هي اساسيات المكرونه انواعها، والصوصين الاساسيين هو الاحمر والابيض. هوريكم ازاي يتعملوا، ولو حبيتوا تزودوا فراخ او جمبري مثلا عليها تبقى بتعمل ازاي. تعالوا دلوقتي اوريكم انواع المكرونه وبتمشي مع صوصات ايه، وبعدين هوريكم مكونات الصوص الابيض ومكونات الصوص الاحمر، ولو حابين نزود عليها فراخ او جمبري هنعملهم ازاي. هبتدي الاول اوريكم انواع المكرونه. في دي اللي هي مقصوصه، دي بنحطها على الصوص الاحمر. في دي احنا بنسميها عجل يعني. طبعا دي كلها ليها اسامي ايطاليان، بس يعني انا هوريكم الاسامي الدارجه الموجوده اللي احنا عارفينها. في دي سباجيتي بنعملها بالصوص الاحمر برضو. في دي قواقع ممكن تبقى بالصوص الاحمر او بالابيض. في دي اسمها فارفيلي، ودي بتتعمل دايما مع الصوص الابيض. لازانيا دي بتبقى عامله زي مكرونه الفرن بس الطلياني. والبنه او مكرونه فرن او القلم، ودي تتعمل في المكرونه بشاميل دايما، او ممكن كمان تعملوها بالصوص الاحمر. في النوع ده اسمه سوستا، ده الاسم الدارج بتاعها. دي اسمها فوزيلي. وفي المكرونه الشرايط دي اسمها فيتوتشيني، وبتتعمل دايما مع الصوص الابيض. دلوقتي هوريكم ازاي تعملوا الصلصه الحمراء. المكونات بتاعتها 8 طماطمات وهيتقطعوا مكعبات، روزماري، معلقتين زبده، جبنه بارميجان عشان نبشرها واحنا بنقدم، بصله مفرومه، وواحده مرقه دجاج، 4 معالق صلصه، معلقه ثوم مفروم، وزعتر، وملح وفلفل، وطبعا مكرونه سباجيتي. هنبتدي دلوقتي نسلق المكرونه. بعد ما الميه تغلي هنحط حبه زيت زيتون وحبه ملح، وبعدين نحط المكرونه، وكل شويه هنفتح ونقلب عليها عشان ما تلزقش في بعض. وللصلصه اول حاجه هنحط طماطم في الخلاط مع نص كوبايه ميه وال4 معالق الصلصه، وهنقلبهم. في طاسه هنجيب الزبده نحطها، وبعدين البصل لما تصفر هنحط الثوم، بعدين هنحط خليط الطماطم والصلصه اللي احنا عملناهم، نحط عليهم مرق الدجاج. ممكن تحطوا زعتر او ريحان او روزماري زي ما انتوا عايزين، بس انا شخصيا بحب الزعتر على الصلصه الحمراء. وبعدين هنقلبها لحد ما تغلي. للطماطم او الصوص الاحمر ممكن ان احنا نزود جمبري عليه، سهل جدا. بعد ما تعملي الصوص الاحمر في طاسه هنقوم حاطين حبه زيت زيتون، هنحط الجمبري، وبعدين ملح وفلفل وثوم ونقلبه. بعد كده لما يبقى لونه بقى برتقاني هيبقى كده معناه انه استوى. هنحطه على الصوص الاحمر ونقلبه، وبعد كده هنحط المكرونه بعد ما نصفيها ونشطفها ونسيبها تسخن لمده 5 دقايق، وبعدين نقدمها. بون ابيتي. دلوقتي هوريكم ازاي تعملوا الصوص الابيض. المكونات: معلقتين زبده، معلقه دقيق كبيره، معلقه ثوم مفروم، ريحان متقطع، كوبايه لبن، وكوبايه كريمه لباني، 3 صدور فراخ بس عايزينها يبقوا رفيعين وهنقطعهم شرايح، وهنجيب المكرونه الفيونكات، وفي جبنه بارميجان عشان نبشرها قبل ما نقدم في الاخر. دلوقتي هنبتدي ان احنا نسلق المكرونه وبعدين نعمل الصوص الابيض. هنبتدي بسلق المكرونه. بعد ما الميه تغلي هنحط حبه زيت زيتون وحبه ملح، ونقوم حاطين المكرونه ونقلبها. دلوقتي هبتدي اوريكم ازاي نعمل الصوص. هنحط معلقه زبده، بعد ما تسيح خالص هنحط الدقيق حبه حبه ونقلب كويس جدا عشان نضمن ان الدقيق مش مكلكع. وبعد كده هنحط عليها اللبن شويه شويه، بعد كده هنحط الكريمه اللباني، وبعد كده الثوم والريحان، وهنقلب كويس. دلوقتي هنعمل الفراخ. هنحط معلقه زيت ونحط الفراخ، وبعد كده هنحط ملح وفلفل والثوم وهنقلبهم كويس. لما تستوي هنزودها على الصوص الابيض. بعد كده المكرونه بعد ما نصفيها ونشطفها هنحطها على الصوص الابيض ونسيبها تسخن لمده 5 دقايق. بعد كده هنقدمها ونبشر عليها حبه جبنه.
كده احنا خلاص خلصنا المكرونه اللي بالصوص الابيض والمكرونه بالصوص الاحمر. طريقتها سهله زي ما انتم شفتوا. ممكن الفراخ تحطوها انتوا على الصوص الاحمر او الجمبري على الصوص الابيض زي ما انتوا عايزين. انا عملتها لوحدها عشان تعرفوا ان انتوا تحطوها زي ما انتوا عايزين على الابيض او على الاحمر. دوقوها ويا رب تعجبكم ومنى فتيل.